السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبالكوا ابسط واسهل طريقة لشوي الفراخ داخل الفرن. طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي مشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنبدأ بالتتبيلة. قبل التتبيلة انا معايا فرختين زي ما انتم شايفين، فتحتهم من ظهرهم مغسولين كويس جدا ومتصفيين من المية. كمان جبت السكينة وفتحت الفراخ عشان التتبيلة تخش فيهم. التتبيله بتاعتي عباره عن ايه؟ بصلتين كبار، 3 حبات من الطماطم، 3 معالق كبار من الصلصه، راس توم كبيره، معلقتين كبار ملح، معلقه كبيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره من بهارات فراخ عندي، وكمان معلقه صغيره من الكاري. بصوا، انتوا ممكن تحطوا اي بهارات انتوا حابينها، مش قاعده تكونوا بتحبوا ان انتوا تحطوها على الفراخ. تمام. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنبتدي ننزل التتبيلة، هننزل الطماطم المتقطعة، هننزل كمان التوم، البصل، الصلصة، الفلفل الأسمر والملح، وبهارات الفراخ والكاري. تمام، زي ما قلت لكم مش قاعدة، لو انتوا حابين اي بهارات للفراخ ممكن تحطوها عادي جدا، وتضربوهم كويس جدا في الكبة. لو انتوا هتعملوا فرخة واحدة اعملوا نص المقادير دي. بعد ما ضربناهم في الكبة زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم ريحتهم تحفة. الطماطم والبصل والثوم لما بيندمجوا مع بعض بجد بيبقوا حلوين جدا جدا. هنبتدي نفضي نص الكمية على الفرخة ونص الكمية على الفرخة التانية. زي ما انتوا شايفين هنبتدي بقى ندعكهم كويس جدا بالتتبيلة دي، وندخل التتبيلة جوه الفتحات اللي انا فاتحاها في الفرخة زي ما انتوا شايفين، من فوق ومن تحت، نغلفها كويس جدا بالتتبيلة. تبلناها كويس جدا. الفرن بتاعتنا سخنة قوي، لازم تكون سخنة. هنبتدي ندخل الفراخ بتاعتنا. احلى فراخ مشوية واسهل وابسط فراخ مشوية وطعمها رائع جدا جدا. ما تحطوش فيها مية، ما تحطوش فيها اي حاجة، حطوه على الشبكة لحد ما تاخد وقتها وتستوي، وهتطلع حلوة جدا جدا. دخلتها الفرن زي ما انتوا شايفين، واول ما تستوي هطلعها. اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو وتستوي هطلعها. تاخدش وقت على فكرة، وحلوة قوي، والتتبيلة تجنن بجد. وده الشكل بتاعها بعد ما استوت، تحفه تحفه، ما حطيتلهاش ميه، هي استوت منها فيها في التتبيله، عشان كده طعمها طلع تحفه. متنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، ولا مشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.